كابتن حازم امام وكابتن حسني عبد ربه معنا. اكيد ماذا قال لك وبعد ما اللحظه اللي اختارك فيها كابتن حسام حسن دخولك للملعب؟ الكابتن حسام طبعا اداني تعليمات اخيره ان انا اكون مهاجم ثاني وديفندر ثاني في نفس الوقت، والحمد لله انا قدرت ان انا انفذها بشكل كويس الحمد لله. نعم، الكرة اللي خلقتها أنت وصنعت منها الهدف وحرزته، يعني أوصفنا اللحظة اللي قررت فيها أن تلعبها بهذه الطريقة. طبعا والله سؤال مختلف ما توقعتش، الحمد لله يعني كان يقول الفتره ديت عشان سنين من ثانيه، يعني كنت الفتره اللي فاتت بلعب دلوقتي ما كانش في جول، الحمد لله ربنا كرمنا النهارده جبت جول الحمد لله. نعم، إذا طموحك الآن بعد الفوز والحفاظ اللقب وحلم الدرع بدأ يعاود لنادي الزمالك والجماهير الزمالك. ماذا ان شاء تقول في الله. المستقبل القادم والمنافسة في ظل أن المنافس الأقرب خسر اليوم النادي الأهلي؟ طبعا السنه دي الدوري قوي، ما فيش اهلي وزمالك المنافسه قوي، السنه دي الزمالك قادر ان هو يحصل الدوري ان شاء الله السنه دي، وده اللي احنا مركزين فيه باذن الله. ما بيفرقش معانا بقى كان المنافس صعب المنافس متوسط، ده مش حلمنا، مش مسؤوليتنا احنا اللي احنا نكسب وخلاص، والثاني ده لهم هم مالناش دعوه بيه. نعم، إذا شكرا للكابتن محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك وصاحب الهدف الأجمل والأحلى والأروع الذي شاهدناه اليوم من خلال هذه اللقطة، هو لقطة اليوم، هو الهدف الأسبوع الحقيقة. كابتن حسني أكيد لاعب حسسني من خلال تحضيره للهدف، نشاهدوه مرة أخرى مع محمد عطية مخرجنا، الهدف حسسني وتخيلت أنه هو حسني عبد رب. لعبت كرات مثل هذا الشكل يعني. لا الجميل اللي هي في سن بوز الجزمه بتبقى نعم. الحاجات دي فكري ما بياخدش جزء من الثانيه، يعني بتبقى حاجه طبعا هاي من ناس اللقطة. ماهرين، مش اي حد ممكن يعمل الكره دي. يمكن كابتن حازم طبعا ماهر وعارف الصعب فيها اللي هو داس باسترزات الجزمه على الكره وخدها دي لنفسه. حركة حسني صعبه جدا اللي هو اللي ياخدها كده عملها. يعملها كده، يعني صعبه كده وياخدها كده. يمكن انا جبت جون شبيه بس ما رقصتش ده كله، يمكن وانا في اهل دبي شطها نعم. بسن الجزمه جبتها في بطوله اسيا، فكان جون جميل. لكن طبعا جون زي ما كابتن حازم قال، جون هو مش هينساه طول عمره. وبعدين الجوان الجميله دي او الجون اللي بيجي في الوقت دوت دايما الناس بتبقى فاكراه، دايما الناس بتبقى دايما وبالحلاوة بتبص دي طبعا. بالحلاوه دي. فيمكن كل لعيب فينا ليه جوان مؤثره، جمهور هو بيرتبط بيه، يعني الجون ده الجمهور ممكن يرتبط بمحمد ابراهيم، لكن احنا نتمنى اللي هو احنا نشوفه في الملاعب بقى الجوان دي كتيره ونشوفه على نفس المستوى ده. يمكن هو في حاجه بس مش عجباني فيه، اللي هو بيمسك الكوره كتير جدا. يمكن هو يختار الوقت المناسب امتى يعدي وامتى ما يعديش. يمكن الكرة هي ماشيه معاه او مش ماشيه بيرقص، فده غلط. لما يكون ماشيه لازم يرقص ولازم يجرب، انما مش ماشيه لازم اللعيب يلعب من لمسه واحده، لازم يلعب لمسه ولعب. فيمكن محمد ابراهيم من اللعيبه الكويسه جدا. يمكن دي كرة تانية هو عدى فيها لكن نعم. المسافه قلت في الاخر، وهذه واحدة الكرات اللي مسك فيها الكرة يعني. دي اللي قبل الجون. قبل فانا الجول. بقول لك يمكن هو لعيب مهاري جدا ولعيب كويس جدا، لكن نتمنى اللي هو يستمر على المستوى اللي فيه دوت. نعم، ممكن شاهدها من مرة أخرى الكرة هذه اللي خذاها من هذا هي دي نعم. الكرة اللي قبل الجون. يمكن ده بيثبت ان هو لعيب مهاري. ويمكن الكابتن حازم امام انا فاكر اللي هو شكر فيه جدا من فتره، وقال ان في لعيب لعيب في الناشئين في نادي الزمالك اسمه محمد ابراهيم هيبقى كويس. فالنهارده بيثبت من يوم للتاني حتى في منتخب الشباب متالق. لكن زي ما بقول لك اللي هو المهم اللي هو يحافظ على المستوى شبيهة دوت. للكرة اللي عملها قبل ذلك وأحرز الهدف. بس دي هو فكر في جزء من الثانيه. يمكن لو انت شفت هو عمل ايده كده وما لقاش حد، فنقطه التحول اللي هو يفكر اللي هو خدها تحت رجله كده عاملها ببوز الجزمه، ده تفكير لعيب كبير. فاحنا نعم. نتمنى ان احنا نشوفه على المستوى ده الماتش الجاي ان شاء الله. كابتن محمود فتح الله.